توافر اللاجئين وأعداد كبيرة في ألمانيا دفع بالسلطات إلى اعتماد اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية في اختبار رخصة القيادة بحلول شهر يونيو حزيران القادم. في مدرسة توربوفر جوليه في العاصمة برلين لتعليم قيادة السيارة، تحدث مدير المدرسة عن أهمية تدريس هذا الاختبار باللغة العربية بالنسبة للاجئين. كان ما فيش مراعاة لموضوع الامتحان باللغة العربية، كان لازم يعملوا ألماني، وده كان بيصعب عليهم كتير إنهم يمتحنوا باللغة الألمانية، لأنه بيحتاج سنة سنتين على بال مستواه اللغوي يكون قوي بحيث إنه يقدر يمتحن باللغة الألمانية. قرار السلطات الألمانية أعاد الحياة للعديد من مدارس القيادة باللغة العربية، حيث أن النسبة الأكبر من اللاجئين هم سوريون. السيارة يعني شيء أساس بهالحياة، إنه الواحد بيعتزل كثير شغلات وأحيانا بيعتزل إنه يشتغل فيها، فبتمنى إنه أعمل شهادة السواقة وقت ما وصلت لهون على ألمانيا، بس ما قدرت لأنه أنا ما بعرف ألماني. هذه الخطوة تمثل رغبة الحكومة بدمج اللاجئين الجدد، وتأتي في إطار سعيها لاستيعابهم في المجتمع بعد قدوم مئات الآلاف منهم في العام الماضي وحده هربا من مناطق الصراع في الشرق الأوسط. كمان تعلمت أسئلة وتعلمت كلمات وتعلمت كمان أشياء باللغة الألمانية، وحسيت حالي أنا قادرة أخلص باللغة الألمانية، فهذا سبب رح أقدم الامتحان باللغة الألمانية. ويرى المسؤولون الألمان أن حصول اللاجئين على رخص قيادة سيساعدهم على تأمين وظائف وبالتالي تحسين وضعهم المعيشي، خاصة وأن المساعدة المالية المقدمة من قبل الحكومة للاجئين تقدر بنحو $700 شهريا فقط. وتعتبر ألمانيا الوجهة الأولى والمفضلة بالنسبة للاجئين السوريين، حيث يشكلون وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية الألمانية أكثر من 20% من عدد طالبي اللجوء في البلاد. هادي العلوي، BBC.